تتوقعون أنا وين حاليا؟ أنا راح أسهلكم، هو بالقاهرة ومكان وايد مشهور ومطعم وايد مشهور قديم 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 حيل. تهقون وين؟ كتبولي. 3/4 الكومنتات مو جايبين المطعم صح، أنا بغششكم. أوكي، المطعم هذا سووه ذكرى حق الممثل الراحل الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي في مسلسل ما ابي اقول اسمه عشان اذا قلت اسمه راح تعرفونه، لانه هو اسم المسلسل، يعني اسمه بالمسلسل هو اسم المطعم اللي انا فيه حاليا. شنو اكثر شيء مشهور بالمسلسل الكل يعرفه بس ما يدرون انه من هالمسلسل؟ شفتوا اغنية تو 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 هذه اللي انشهرت بالمسلسل هذا مال عبد المنعم مدبولي. شنو اسمه هو بالمسلسل؟ هو اسم المطعم هذا من 1984 المكان هذا، المسلسل 1979. يلا فرحات أول فرع كان 1999. المطعم اللي أنا فيه من 1984. البرنس من 1993. أما المطعم اللي أنا فيه من 1984. أول شيء كبابجي صار له تو 2 3. صبحي 2008. فرحات توني قالت لكم عنه، يعني لا هذا ولا هذا ولا هذا، خطأ اللي بعده. يلا أحمد أنت حيل قربت، حيل حيل أنت، بس أنت يعني أنت قربت من مكان المطعم، مو اسم المطعم، مكان المطعم. لا يا بنتي العزيز، أنت قربتي من اسم المسلسل بس اسم المسلسل اللي أنت كاتبته خطأ، هو قريب من احنا بشيء دقيق دقيق جدا. محمد أنت صح وأنت شاطر. شوفوا مطعم بابا عبدو من مسلسل عبد المنعم مدبولي. فدوره عبد المنعم مدبولي الله يرحمه، دوره بالمسلسل اسمه بابا عبدو. حلو، وهو اللي ألف يعني داخل المسلسل أغنية توت توت هذه. وعقبها سووا المطعم هذا على اسم بابا عبدو اللي هو العم منو عبد المنعم مدبولي، واسم المسلسل أبناء الأعزاء. عشان كذي قلت حق اللي قبلك تكون دقيقة. I love you so much. خلينا نشوف اللي برا الحين. حيها هالشوفة شيوخة البطلة، شلون صحتك؟ أشوى اليوم إن شاء الله. الحمد لله وايد أشوى، وأنا قلت لكم أنا بسبة المستشفى والتعب أنا فيني أنية حادة، يعني هذا شيء وراثي يعني ببيتنا وبالعائلة. شو اسمه الحديد للأسف خلص من عندي، وأنا مستوى الحديد عندي ما في، بس الحمد لله أم جود. وقلت لكم إن شاء الله راح نرجع تغطيات ونرجع فعاليات. وهذا هو، شوفوا هذا هو باب الفتوح اللي كانوا الفرسان يطلعون منه، تمام، وعشان يروحون حق غزواتهم. باب الفتوح هذا اللي كانوا يطلعون الفرسان من غزواتهم من هالباب، يروحون من 1087، يعني 936 سنة. تخيلوا إن شاء الله. سموها قاهرة لأنها قاهرة لأي عدوان خارجي. وهذه هي المعز، حق اللي ما يعرف شنو سالفة المعز، سالفتها وقصتها حكاية. back to زمالك. هذا الدراجون فروت الأبيض هو أقل سكر من الوردي ومن الأحمر، عشان كذي أنا أحب هذا، بس راح أخذ هذا عشان أجربه. ماخذته هذا من المزرعة اسمها سمرقند. حلو، من مصر أم الدنيا، قبل يعني بالطريق الصحراوي مال اسكندرية وانتم رايحين، قبله بكيلو كم قال 100 وشي كذي، ما ادري تقريبا شيء كذي. المهم المزرعه اسمها سمرقند. فاللي يبي شيء يفرش، وانا ما ادخل بجسمي الا الاشياء الصح والفروت الصح من المكان الصح. وهذا اخر واحد للدراجون فروت الابيض، هذا اللي كل يوم انا اكله اموت عليه. هو هذا اقل سكر.
يقول لي هني احلى صوتك مع شو يسمونه. تبارك الرحمن. لحظه شوف، لا اله الا الله. هذا الاصفر ولا ما استوى؟ لا ده لسه مستوي. هذا ما استوى، يستوي ويصير داخله. هذا داخله ابيض ولا شنو يا باشمهندس؟ ابيض داخله. وين الاحمر؟ هجيبه لك دلوقتي. تعالي بس. شوف كده صوري بقى براحتك. تعال باشمهندس، بسم الله. هذا اللي داخله الابيض صح؟ داخله ابيض. هذا اللي داخل الابيض اللي كل يوم انا اكله قدامكم دراجون فروت، بس من المزرعه نفسها. داخله احمر هذا باشمهندس. ايوه بسم الله. لحظه شوف، افتح لي اياها عشان انا ما تعور. هي ما تعور بس عشان انا ماسكه التليفون. بسم الله. يلا. ما شاء الله دراجون. شنو الحلو بالموضوع ان الحبه الواحده توصل لكم تبارك الرحمن؟ كيلو، ممكن كيلو لكيلو او كيلو ونص يعني على حسب. والاحلى من كل هذا ان التسميد صح، التسميد طبيعي يعني تاخذون الشيء فريش وتنقونه عدل، وما تحاتون سوالف الاشياء اللي تكون متعبه للمعده. تبارك الرحمن. انا اخذت كم كيلو الحين من هذا؟ 4 كيلو. 4 كيلو. لا اله الا الله. احلى شيء تبارك الرحمن. يلا باشمهندس الحين بيقطع لي هذيلا الابيض. انا احب الابيض عشان هم اقل في السكر، يعني حق الدايت وحق اللي ماشيين على نظام غذائي لقطه حرفيا. تسلم يا باشمهندس، يعطيك الف عافيه، ما تقصر. تسلم. They say life is a game, I can't help no more fall guys. My homie wanna see me in a suit, I'm cutting all ties. I did some time, came home bro. Good morning. صباح العسل من هالعين قبل هالعين. عرض البيوتين راح اخليه حقكم من هو بالاساس 3 العلب ب 48 دينار كويتي. حلو. هذا شنو؟ هذا الاساس، السعر الاساسي. لكن دام تبارك الرحمن الاقبال مو طبيعي، لا اله الا الله، وانا سبق وسويت لكم عرض خرافي. العرض راح يكون 3 علب ب 28 دينار فقط. اوكي. على شنو؟ على حلاوة البيوتين. كل يوم حبة واحدة. تخيلوا 28 دينار تدفعونها يكفيكم كم؟ 10 شهور. 10 شهور حلاو البيوتين، ما يمتن ولا يفتح الشهية. وأقوى شيء حق تساقط الشعر، ما راح تشوفون أقوى منه ولا ألذ منه ولا أحلى منه. شنو يعني أحلى منه شيوخة؟ يعني شكلهم على قلب الحب. حلاوتين كل يوم، ما يمتنون ولا يفتحون الشهية. أقوى شيء حرفيا من بعد الله على تجربتي الشخصية حق تساقط الشعر. حلاوتين كل يوم بيور جاميز. أقوى شيء حق البنات والشباب حق تساقط الشعر. ما في كلام بعده. والديرتي قاعد يسألني يقول لي أنا اليوم من الكويت، جاي من الكويت بروحي، وين تنصحين أسكن؟ ماريوت ولا فيرمونت ولا سميراميس؟ شوف أنا ما سكنت بالفيرمونت صراحة، وسميراميس I think مرة واحدة السنة اللي طافت بس، يعني it's okay وكل شيء، بس ما عجبني الجو. كل واحد وجوه. تمام. المهم اللي أنا أحبهم، يعني اللي أنا حبيت ماريوت، بس بالصدارة أنا جوي. يعني أول مكان طبيته، أول يوم جيت فيه مصر بحياتي، فور سيزن اللي على النيل، أموت عليه. نمبر 1. نمبر 2 اللي صدق أموت عليه كيمبينسكي اللي في التجمع. صراحة أدري إنه هو وايد بعيد عن كل شيء، بس أنا I'm talking about hotel as a hotel. مزاجي. قاعدة أتمرن صح وقاعدة أكل صح، ولا تنسون إن حلاوة خل التفاح
حلاوة خل التفاح هو أسهل شيء ممكن إن أنتوا تاخذونه، حلاوتين في اليوم. حلو. شو تسوي الحلاوة وأنتوا تاكلونها؟ راح تسد شهية، أوكي، راح تزيد قدرة الجسم على حرق الدهون أكثر وديتوكس الجسم. وايد يفرق، وايد يفرق، وايد نتيجة قوية فولاذية، نتيجة خطيرة 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 خطيرة. كل يوم حلاوتين، يا تاخذونهم مرة واحدة على الريج قبل لا تتفطرون، يعني قبل تريقون، يا تاخذونهم حلاوة واحدة يعني بالريوق على الريج، وحلاوة ثانية بعد الغداء. حلاوة خل التفاح خطير خطير. زين شيوخة، طعمه مو مر؟ نو. ليش مو مر؟ لأنه هو فعلا حلاوة خل تفاح لكن مخفف. يعني ليش مخفف؟ علشان لما ناكله يكون شنو؟ يكون مستساغ لنا. ناكل حلاوتين كل يوم يسوي ديتوكس حق جسمنا كامل، يسد شهية، ويزيد قدرة الجسم الهضم وقدرة الجسم على حرق الدهون أكثر، يزيدها. زين على اللي فيهم تكيس واللي فيهم سكر واللي يعانون من مشاكل بالغدة الدرقية. اسمحوا لي أرحب بمتابعيني الجميلين الجدد، نورتوني وشرفتوني. شيوخة 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 شيوخة، نبي شيء يضعف، شيء ينزل الوزن بسرعة، وما يكون شيء متعب أو مضر حق جسمنا، ولا يكون فيه مواد وخرابيط ومرابيط. أوكي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله أن العلم كل ما له تبارك الرحمن وشنو يتطور، والنباتات فايدتها لا تعد ولا تحصى، والأعشاب بالأخص. شنو سوينا بمكس الأعشاب هذا؟ سوينا شيء اسمه سليمو. شنو يعني سليمو؟ من كلمة سلم، من تخسيس. شنو يسوي سليمو؟ أول شيء عبارة عن مكس أعشاب يضعف بالشهر من 5 إلى 10. مش سامعة مين؟ لا مين؟ ها؟ وي ام عبد الله، عبالي سوسو. اوكي افتكرتك سوسو. ميرسي بوكو. ايه الفرنسي ده؟ ايه الفرنسي ده يا ام عبد الله؟ يا اخي حتى شغلات مراتي رقي رقي. ايه شيوخ. ها حبيبي يلا خشي. اخش؟ خشي. عبالي سوسو.